بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت بنا رحلتنا النهاردة وإحنا بنزور أهل الجنة لمكان جميل في الدنيا، في النهر الجميل ده، في الشجر الرائع، الجبال اللي أنت مش شايف منها أي حاجة من رملها أو طينتها، كلها خضار. وصلت بنا الرحلة لوقت حاسين فيه بالهدوء والسكينة جدا، وإحنا في جنة من جنان الدنيا. فما ظنكم بما أعده رب العالمين جزاء لعباده الصالحين. مشهد في الجنة، الشمس طالعة جميلة ومنورة النهاردة. مشهد في الجنة إن وانت قاعد كده سيشرق عليك نور تظنه نور إقبال الله، فتقوم فرحان أنا هشوف ربنا دلوقتي، فتلاقيها مراتك في الجنة، الست الصالحة الطيبة اللي ربنا دخلها الجنة معاك، تقول لك لأ ده أنا بقى زوجتك، ده النور ده نور إقبالي عليك. يا نهار أبيض، إيه الجمال ده؟ ايه جمال النساء الصالحات اللي في الدنيا اللي دخلوا الجنة، اللي هيفتكر جوزها ان ده نور اقبال ربنا، وهي تقبل عليه عشان تسلم عليه وتقعد معاه وتضحك معاه. شيء في منتهى السعادة والراحة والفرحة والحب. انتوا تستحقوا تخشوا الجنة، انتوا حافظتوا على قلوب بعض في الدنيا. احنا النهاردة جايين نتكلم على انسان حياؤه غلب شهوته، فمرضيش ابدا يخرج شهوته ولا يمتع جسده إلا بالحلال، مع إن ربنا قال في القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء. وطبعا جوه النساء مزين الميل للرجال، وده شيء مش محتاجين نستدل عليه، ده في تركيبة الرجال والنساء، تركيبة البشر. لكن يا رب هذه الزينة عشان نعيش قصة حب حلال، وعلشان نستمتع الاستمتاع الجسدي الحلال. نشكرك أصلا يا رب إنك أنت مدينا متعة في الدنيا، مع إن الجنة هي دار المتعة، لكن برضه تمتعوا في الدنيا، مش كمان هنعصيك ونزعلك. دي كانت نفسية الشخص العفيف. سيدنا محمد دايما كان يدعي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صاحبنا وأختنا العفيفة دايما فاكر الدعاء ده. يخش الجنة؟ يخش الجنة، ويخش الجنة مع أوائل الناس، لأن على قدر جهادك في الدنيا على قدر راحتك في الآخرة. يخش يلاقي النبي سيد أهل العفة. النبي كان عفيف في الحلم. سيدنا محمد بيقول مرة كما في البخاري إنه دخل الجنة في الرؤيا، يعني في الحلم، فشاف قصر سيدنا عمر بن الخطاب. قال فرأيت جارية لك، جارية من جواري سيدنا عمر. قال فذكرت غيرتك فوليت. سيدنا محمد بيعف بصره عن امرأة في الحلم. يا جماعة ايه ده؟ ايه قمة العفة اللي في الدنيا والآخرة والحلم كمان دي عليه الصلاة والسلام. فانت على يمينك او على يمينك انت كمان النبي سيد اهل العفة. طب وعلى شمالك مين؟ على شمالك اتنين، السيدة مريم الصديقة العفيفة اللي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. مفيش حد لمسني قبل كده، مفيش حد قرب مني قبل كده. الصديقة العفيفة أم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. كام بنت دلوقتي بتسمعني لمسها بشر؟ انت فاهم وانت فاهمة كويس قد ايه دلوقتي الحياة بقت منفتحة، وكأننا عايشين واحنا في بلادنا العربية والإسلامية في بلاد تانية مش بلادنا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في شيطان استهدف العفة. مش بس السيدة مريم، انت جنبك كمان سيدنا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، اللي بيقول ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، تركت الزنا في الجاهلية تكرها، أنا ما عملش كده، وتركته في الإسلام تعففا، أنا ربنا ما يحبش مني كده. في الجاهلية ده فعل دنيء حتى لو ما كانش بيعبد ربنا، وفي الإسلام أنا ربنا ما يحبش كده، هحترم سمع ورؤية رب العالمين. يا أيها العفيف والعفيفة اللي حيائك غلب شهوتك، أنت فعلا ربنا بيحبك. لكن الإنسانة العفيفة اللي حيائها غلب شهوتها، والشخص العفيف اللي قدر يتغلب على شهوته بسبب احترامه لربنا وحياء من الله، ما دخلش الجنة بسهولة برحمة رب العالمين. طبعا كلنا نخش الجنة، لكنه قاوم شيطان الشهوة، الشيطان الراعي الرسمي للشهوة في العالم دلوقتي. الشيطان يا جماعة هو المخلوق اللي بيغذي الشهوة عند الشباب والبنات، والواقع والشريعة بتشهد بكده. الشيطان ليه هدف،
هدف كبير جدا جدا. الهدف ده هو صناعة مدمن للذة الجسدية. انت عارف اصلا يعني ايه شهواني؟ الشهواني هو الباحث عن اللذة الجسدية بالطريقة المتاحة. حسب ما اقدر همتع هذا الجسد بالطريقة المتاحة. وقلت لك الشيطان بيصنع هذا المدمن وده هدفه. وعايز اقول لك حاجة، اللذة الجسدية اولها لذة واخرها ذلة، كما قال الحكماء وكما قال اصحاب التجربة اللي جربوا وبعدين قالوا لنا يا جماعة اوعى تقع في شراك الشيطان بالطريقة دي. واقول لك دليل ان الشيطان الراعي الرسمي للذات الجسدية الحرام اللي في الدنيا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرأة تخرج أو إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. عارف يعني إيه استشرفها الشيطان؟ يعني قعد يزين لها إن الناس كلها منبهرة بيها عشان يشجعها تظهر مفاتنها. عشان كده لو المرأة ضعيفة قدام الشيطان تستغرب هي ازاي لابسة كده، هو ازاي نازلة من بيتها باللبس الضيق كده، هو ازاي الحجاب بقى تايت للدرجة دي، هو ازاي اللبس بقى عاري للدرجة دي، في شيطان شغال بيقول لها شكلك أجمل بالطريقة دي. طيب قال صلى الله عليه وسلم بيخاطب الشباب والبنات، بس يمكن الشباب أكتر في الموضوع ده، قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ياه، شوف السهم يتضرب لما تبص على بنت نظرة مش كويسة، ويبدأ سمه الشهوة تجري في جسدك عشان تطلب إنك تحصل على ما رأيته. رقم 3 قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. الراعي أكيد مش قاعد معاهم بينصحهم، قاعد معاهم بيزينهم لبعض. شوف كمية اللي متصاحبين دلوقتي، بص على الكورنيش، بص في المولز، شوف كم واحد ماسك ايد بنت، كم واحد حاطط ايده على كتف بنت. بص على الحياة، انا بكلمك في الاوساط العادية، واطلع للاوساط الشياكة شوية المنفتحة اكتر، واطلع لشبابنا المسلمين اللي بيسافروا اوروبا وامريكا، وخش في المناطق الشعبية اللي بقى فيها الموضوع ده بزيادة قوي عن زمان. الشهوة بالطريقة المتاحة. ولو دخلنا اكتر مع بعض في الصراع الشيطاني لخطة إبليس الخبيثة، هتلاقي الشيطان بيستهدف رغبة عند الإنسان ويقول له وصل لها وحققها بطريقتي. أنا هقول لك بس لأن طريق ربنا صعب، لسه هتستنى الجواز وتحوش والشقة والمهر والشبكة. خليك معانا تكسب. الشيطان بيقول لك كده، لسه طريق ربك صعب ولسه مهر وشبكة وتحويش وجواز. انت فين والجواز فين وانت لسه في ثانوي ولا في جامعة او حتى بتشتغل؟ يا عم البنات موجودين وانت الشباب اللي بيدور على الحب موجودين كتير. الشيطان بيستهدف رغبة المتعة الجسدية، ودي رغبة موجودة عند البشر كلهم، ودي رغبة أباحها رب العالمين بل زينها علشان يسعد الإنسان في الجواز الحلال. ودايما الشيطان يبرر لك لما تلاقي نفسك بتدور على المتعة الجسدية بالطريقة الحرام، يقول لك الفتن أقوى منك. هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ مش شايف عاملين إزاي؟ وأنت هتعملي إيه؟ ما أنت بتبحثي عن قصة حب جميلة، والولد اللي أنت بتحبيه للأسف جريء شوية ومش بيديكي حب إلا لما بتسمحي له يقرب منك. هتعملي إيه؟ الفتن أقوى منك. فرغبة المتعة الجسدية المزينة دي اللي بيستهدفها الشيطان، ودايما يسكت الضمير إن الفتن أقوى مننا. حلو الحلال، حلو الحلال.